بقى لو يوميا بتقرأ عن الجنة وعن النار وعن هم الدين وعن الشيطان واللي قاعد لك والتربص وان في ناس نجت ونعيم انت متخيل يوميا بتتلقى هذه المعاني، يوميا بتجدد علاقتك بيها. احنا قلنا في الاول هي فكرة دورة حياة المؤمن، انه بيتلقى معاني، ينزل يشتبك مع الواقع يأثر فيه، يرجع يغتسل زي ما الناس مشبه الصلاة انت عندك انهار بتغتسل فيها، تطلع تمشي يصيبك الضرن تغتسل، هي دي حياة الانسان. مفيش حد هيبقى ملائكي، يعني محدش هيوصل لحالة ملائكية، انت كده هيصيبك الضرن وانت تحتاج للاغتسال. امتناع عن ورد القرآن هو اشبه بغلق الماء، مفيش، هتطهر ازاي؟ طيب هتتراكم عليك الادران. ربنا بيقول لما الكفار قالوا هو ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة، ربنا قال ايه؟ كذلك، يعني ايه كذلك؟ يعني نزل متقسم لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. الكاف دي بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فؤادك ماشي، يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم محتاج قرآن، انت بقى فؤادك مش محتاج قرآن. سبحان الله. يعني أطهر الأفئدة كان يحتاج إلى تثبيت من كتاب الله. انت عايز تقنعني ان فؤادك لا يحتاج هذا التثبيت؟ ازاي؟ لا أفئدتنا تحتاج إلى القرآن، وإلا هتتغير، وإلا هتفقد يعني ذاتك، وهتبتعد عن الإيمان، والإيمان اللي بداخلك هيخلق وهيبلى وهتبتعد.